في ناس بتجري طول اليوم ورا الرزق، تفكر، تشتغل، تقلق، تخطط، تسهر. بس لو انت سألتهم صليتوا الفجر، قلتوا الأذكار، قعدتوا مع ربنا سبحانه وتعالى شوية، هتلاقي كتير منهم ناسي وكتير منهم مأجل. الإمام ابن عطاء الله السكندري قال بقى حاجة جميلة جدا، قال اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. يعني تبذل كل جهدك في شيء ربنا سبحانه وتعالى تكفل بيه زي الرزق، وتأثر في حاجة أمرك بيها زي الصلاة والدعاء. لو انت بصيرتك شغالة كنت ركزت في اللي ربنا سبحانه وتعالى طالبك بيه، مش اللي هو تكفل بيه. ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبك على كمية الفلوس اللي دخلت حسابك، لكن هيحاسبك على كل صلاة ضيعتها. فخدها مني، العبادة هي مهمتك في الحياة، والرزق ده انت بتسيبه على ربنا. انت بتاخد بالاسباب وبتسعى وتشتغل وتفكر، لكن ما يبقاش كل حياتك وكل يومك هو الشغل والتفكير في الشغل والسهر للشغل، لدرجة انك تنسى العبادة وتنسى علاقتك بربنا.